السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير. الصحة ديالكم مزيانه، كلشي هواتك. عندنا في هاد لا فيديو خبرين. واحد كيخص املاح اللي كيعيش وضعيه للاسف مزريه مع الفريق ديالو ستاندار دو ليج، وايضا خبر رائع على المنتخب المغربي. جوج ديال لي ماتش اميكو غادي يكونوا في التوقيت ضد هاد الفرق. نبداو بالتفاصيل. تخيلوا معايا الخوت، الصحافة المغربية راكدة وما كدوش على البلان هذا، لكن رغم ذلك الصحيفة الشهيرة الإسبانية ماركا كتفجرها وقالت تقرير عالمي على شنو كطرا الأملاح مع الفريق ديالو، حيث تطرقت صحيفة ماركا الإسبانية إلى التهميش الذي يتعرض له سليم أملاح من طرف إدارة نادي ستاندرد ليج بسبب رفضه تجديد عقده. وشددت الصحيفة نفسها على أن سليم أملاح ساهم في تألق الأسود بكأس العالم الأخيرة، وبناء على ذلك استغربت الصحيفة ذاتها أن يكون مصير أملاح اللاعب للفريق الرديف لستاندرد ليج بسبب رفضه تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف القادم. وكاين واحد الفروق باغيين نقول لكم، لكن قبل هذا تخيلوا أن اللاعب تألق في المونديال وكان أبرز اللاعبين، وتقريبا جميع اللاعبين المنتخب المغربي لقاو ترحيب وتهنئه من رجعوا للفروق ديالهم، الا هذا الشخص هذا املاح للاسف اللي عاملوه معامله ماشي انسانيه. والعجيب في الامر هو ان الصحافه المغربيه ساكته وحاضيه الهضره الخاويه ديال زوجات اللاعبين والمواضيع التافهه، ونسات شنو كيطرى لهذا اللاعب هذا. وتخيلوا معي انه كان كيلعب مع الفريق الثاني وكان كيعاني، ومع ذلك دار مونديال جيد. وحاليا الفرق المهتمه به حسب اخر التقارير كاينين جوج ديال الفريقان حسب هيت نيوز بلاند البلجيكية، اللي هما نوتنغهام فورست الانجليزي وفالنسيا الاسباني، وقد يقدم له كل منهما عرضا خلال ميركاتو الشتوي الحالي. وبالنسبة للمنتخب المغربي، علمت صحيفة المنتخب بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برمجت مباراتين وديتين للمنتخب الوطني في مارس المقبل، بعد إعفائه من خوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار 2024. وحسب صحيفة المنتخب من المصادر الخاصة قالت بلي الجامعة غتواجه منتخبات من أمريكا الجنوبية وأوروبا، والماتشات غالبا غيتلعبوا يا في كازا يا في الرباط. هذا ما كان خوت، تهلاو في راسكم.